مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
سابقا في الأب الروحي. زين أخويا قبل ما يموت ما قالش حاجة عن ميراث. من إمتى يعني العطارين بيفرقوا ورثهم؟ نوزعوا الميراث بينا وكل واحد ياخد نصيبه. ما تخلقش لسه يا محسن اللي يقرب النار من العطارين، انت عارفنا كويس. طول ما احنا حبايب محدش يعرف حاجه. حبايب ازاي يعني؟ لا ده موضوع مهم هكلمك فيه في البيت عندي. انت باين عليك الخمره لحست دماغك. انا اللي هاجي معاك بس هو لازم ارجع بسرعه. ده شيخ سلامه محرج علينا ما نروحش في اي حته غير عندك. يا ولدي ما تخوتنيش، قلت لك خدوا حاجتكم وامشوا. ايه في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حضرتك هتيجي معانا لو سمحت. في جريمه قتل ياسلين بنت متهم فيها. الشيخ سلامه مات يا حسن. يعني من دلوقت محدش في الدار دي يسمع كلام الا سميحي وبس. خلي كتفك في كتفي لان كل حاجه هتضيع. انا مالي بكل ده؟ فكر كويس وبعدين يبقى خد قرارك. الو ايوه بقول لك انا مش هينفع اسافر. امير في ايه؟ ما اعرفش عيال بتصوت وترجع بانهم تسمموا ما اعرفش هجيب الدكتور. مين حضرتك؟ انا عايز دي اختي ندى، احنا ولاد زين العطار. ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ ياسمين الحقني. ايه؟ ياسمين الحمد لله على سلامتك. هقتلك يا الكلب، هقتلك. هقتلك يا منور الكلب، هقتلك. انا اسف يا فارس، انا عارف اني اتاخرت عليك بس متاخر احسن ما فيش خالص ولا ايه؟ لو راضي فكني، لو راضي فكني. طب انت زعلان ولا تعبان؟ طب انا هقول لك على نكته. كان في مره واحد صاحبي اعرفه قال لي على نكته اسمها نكته تشقلبه. مش حلوه؟ طب سمعت قبل كده عن نكته الصباع؟ هقتلك يا مروان. فكني بقول لك، هقتلك يا مروان لو راضي فكني. تعال هقتلك يا مروان، هقتلك يا مروان. مروان عشان انت بتراضي يا مروان. اياد ركز يا اياد، الموضوع مش تهريج، ركز يا بابا. قول لي ايه اللي انت شفته بالظبط؟ ما لحقتش اشوف حاجه، كانوا مخبيين وشهم، بس انا فاكر رقم العربيه كان ري زكريا. لازم تلاقي ياسمين بسرعه قبل ما يعملوا فيها حاجه. وانت بس بالسلامه عشان لما ياسمين ترجع تلاقيك اول واحد في استقبالها. ارتاح. الرجاله ما تتنقلش من هنا. حاضر يا زكريا باشا. واي عربيه ارقامها ره عايز كل بياناتها ويتعرف مين صاحبها. حصل يا زكريا باشا. الو فارس؟ يعني ايه؟ يعني ايه فارس يتخطف من وسط رجالتنا؟ يعني ايه؟ انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. فهمني ايه اللي بيحصل. طب انا هنا عايش في امان؟ اهلي عايشين في امان؟ فهمني يا حربي في ايه؟ من الواضح يا ريس ان الخناقه دي اطول ما كنا فاكرين، بس صدقني الغلط ده مش هيتكرر تاني، والحراسه الجديده انا هشرف عليها بنفسي. ده من مصلحتك، لا اما قسما بالله هقتلك بايدي دول. الحراسه اللي حوالين البيت تتغير كلها، تجيب رجاله ثق فيها، تجيب الرجاله كلها من الدار. انت سامع؟ من الدار. حضرتك يا ريس عرفت ان الشيخ سلامه توفى؟ الله يرحمه، مات ورا ابويا على طول. خدوا المشوار مع بعض ونهوا مع بعض.
ما نخلص من الهم اللي احنا فيه ده لازم نروح الدار نعزي، نشوف مين هيجي مكانه. طمني تسليم، اخبارنا ايه؟ وصلتوا لايه؟ الفلوس اللي انت امرت ان انا اوصلها لغزال انا وصلتها له بنفسي. كان عندنا شويه مشاكل في العربيات والسلاح اللي هنطلع بيهم العمليه، بس خلاص بتتحل. للمرة المليون العملية دي ما ينفعش يحصل فيها غلطة، انت سامع؟ ابوك زين الله يرحمه وعمك سليم مش موجودين، لكن انت موجود يا زكريا، والرجال هيستقوا بيك والعملية هتمشي تمام. يلا امشي انت دلوقتي يا حربي وسيب لي عم شحاتة. حاضر يا ريس. ما تنساش ميعادنا. خير يا زكريا يا ابني. ولاد اللي اسمها غادة دول جولي واتكلموا معايا. وصلت ليه؟ قالوا لي انك انت وسراج اللي اقنعتوه بالموضوع ده، وقالوا لي ان انت اللي جبت لهم الشقة اللي قعدوا فيها في اسكندرية. ليه بتنبش في القبور؟ ليه؟ سيب الميت يرتاح. مادام انت مهتم قوي بالميت، من باب اولى بقى تهتم باللي عايشين. انا مش عايز ابقى سبب في ظلم لحد، وعايز اريح ابويا في تربته. ما ينفعش يتقال ان ابن زين العطار اكل حق اخواته. الورقة عليها 2 شهود، عمك سليم وسراج، واحنا حلفنا عهد ما نخونهوش. لو حد خان العهد ما يبقاش انا. عهدي؟ فهمني بقى، أنا عهد؟ انا ماليش دعوه. انا ابن زين العطار، يعني لازم افهم. الحكايه اللي حكوها تتصدق، وانا عارف ابويا كويس. اللي عايزك تعرفه اكتر ان ابوك زين العطار عمره ما ظلم حد. يعني الواد لسه عايش، انما ما قلتليش. نعم. انت عرفت شكل الواد ده ازاي؟ مصر كلها عرفت الواد، فيديو مغرق الدنيا، بس هي دي شكرا اللي انت بتقولها لي يا راجل. ده انا مديك الخيط اللي يطلع سليم من القضيه زي الشعره من العجينه، تقول لي ده كلام. لا مش المقصود. عموما قضيه كده خلاص خلصت، بس غريبه شويه. مفيش حاجه غريبه في الزمان ده يا مراد. طيب انت تعرف سكه الواد ده فين؟ لا احنا لسه ما لقيناهاش، بس هنلاقيها والرجاله هتلاقيها. بس اكيد العيال اللي جابوا الفيديو ده عاوزين حاجه قصاده. أو ما عادش في حاجه في الزمان ده من غير تمن يا مراد. ربنا يفك سجنك يا سليم يا رب. مالك يا امي في ايه؟ اقعد. اختك فين يا زكريا؟ هوصل لها يا امي، ما تقلقيش، هوصل لها. افتح بقى. دي حالة تسمم، غالبا الأكل كان فيه حاجة. أهم حاجة دلوقتي الكمادات، واكتب لهم على دواء يوقف الإسهال حالا. لا معلش يا دكتور ناجي، دي حالة تسمم غذائي، ازاي تكتب لهم على دواء يوقف الإسهال؟ كده الجراثيم تزيد في المعدة. حسن، أنا رأيي نوديهم مستشفى بدل ما نخسر منهم كتير. أنا قريت الكلام ده في كتاب والله. أنت هتعرف أكتر مني؟ اسمعوا الكلام. إيه يا باشا؟ أنت مش مهتم بالعملية دي خالص ولا إيه؟ لا طبعا مهتم، بس مهتم باللي بعد العملية أكتر. صورة حلوة في الجورنال، ترقية لذيذة، مكافأة لطيفة كده. يوسف، الناس دول تجار سلاح، يعني تجار موت، والله أعلم بقى إيه اللي وراهم تاني. مش مهم، المهم ناخد اللقطة الحلوة بتاعتنا. بص أنا يعني متفق معاك في موضوع الوسيلة،
بس مش متفق معاك نهائي في موضوع الهدف. هتفكك يا عم الجو ده. الدنيا النهارده عشان تاخد اي خطوه لازم تعرف هتاخد كام وايه وامتى. ده بالنسبه لك. بالنسبه لنا بقى الموضوع مختلف. احنا بنعمل حاجه حلوه للبلد ديت عشان عيالنا يطلعوا فيها يعيشوا مرتاحين. للاسف بقى احنا كلنا كده على بعضينا ما بقيناش مهمين اصلا. ما تفهم بقى يا اخي، البلد دي مليانه وساخه. يعني لو اختفى منها 100 وسخ مش هتحس بحاجه. تعامل مع الواقع. الحل الوحيد انك تلحق نفسك انت. هي دي طريقه لعبه الدنيا هنا. انا بقى مش عايز العبها كده. بيديني ويديك طول العمر بقى. كل اللي سألتهم من بتوع الكيمياء قالوا لي إنه بيكسب قد الحشيش 10 مرات. يعني مشروع العمر. اسمعي مني، ما تجيب من ابو اخر يا فتحي. احنا عايزين أرنبين 3 ندورهم في المنطقة دي وناخد الصفقة الجاية. ساعتها نبقى مالتي مليونيرات، مش مالتي في الشارع. ارنبين 3؟ حد قال لك ان انا عامله بطاريه ارانب يا فتحي؟ لا، أنا أعرف إن عندك كيس كده مقفول محتاج يشم الهوا ويصحصح. الفلوس المكمكمة وحشة يا شروق. طب انا هدخل بالفلوس يا فتحي، انت بقى هتدخل بايه يا عينيا؟ بالحب. الله، ده أنا فتحي غيط حنان المنطقة. حنان؟ الحنان ده يا اخويا عند ام حنان. أم حنان. انما بقى احنا لو دخلنا الصفقه دي كل حاجه بتاعتي انا، انت بالاجره. طيب الحق ابص عليها بصايه. هي مين دي يا اخويا؟ أم حنان. انت ازاي تدخل علي الصغيره في لعبه زي دي؟ احنا ما اتفقناش على كده. شوف يا عمار، اللعبة دي كلاتنا دخلناها غصب عنينا، وبعدين يعني انت مش لازم تعرف عنها كل حاجة. صح، فنقوم نضحي بالعيال الصغيره، مش كده؟ اياك تكون فاهم انك احن على العيال دي مني. وبعدين العيال دي ما كانش هيحصل لها حاجة. الدور والباقي على اللي هيتأذوا لو ما كملوش اللعبة للآخر، وساعتها مش هيلاقوا حد ينقذهم ولا يمسح غلطتهم. انا ما غلطتش. انا عملت كل اللي قلت لي عليه وبعت للمسؤولين من القمح الغريب اللي كان في المخزن. اظن عداني العيب. لا، ما عدكش العيب ولا حاجة وغلطت يا عمار. غلطت لما رحت جبت المون مكان أمير وحسن، بس أنا دريت على غلطتك. ازاي؟ بعت حسن وأمير جابوا مون تانية أول امبارح. اسمع يا عمار، هات الرجالة واسبقنا على أوضتي. أوامرك يا عم سميح. شوف يا عمار، الماتش حمي على الآخر، بقى واعر قوي، واللي هيغلط غلطة كد كده هياخد القضية. روح يا عمار، روح يا ولادي، روح. انتوا المسؤولين قدامي عن البلوه اللي حصلت امبارح دي. دلوقتي انتوا تروحوا لعم حمزه تطمنوا منه. المون دي فاسده ولا لا؟ بس احنا يا عم سميح نعرف عم حمزه من زمان، وطول عمرنا بنشتري من عنده مون، وعمر ما حصلت من عنده اي مشكله، صح ولا ايه؟ لو اللي بتقوله ده صح يبقى ما فيش غير اللي في بالي. بس معقول يعني يكون واحد منيني هو اللي دس السم في المون للعيال؟ عم سميح، عمر ما حد فينا هيسم اخواته. ليه لا؟ بس لو كان كده يبقى هو واحد ما فيش غيره اللي بيجيب المون. اللي عندي قلته، بس لازم امسك ولد الحرام ده. الا عيال الدار دول ولادي. من قبل ما ابونا يموت وانا عارف ان سور القصر ده حوالينه كلاب مسعوره. الكلاب المسعوره دي اخدت منا قبل كده عمنا شريف. دلوقتي اخدت مننا ياسمين وفارس. ياسمين وفارس هيرجعوا.
اما عمنا الله يرحمه هنعتبره زي ابونا، وديعة واستردها ربنا. انا مش عايزكم تخافوا. زين العطار قال لي قبل كده اللي يسعر الكلاب الخوف. مش عايزكم تخافوا. اللي خايف بس بيثق فيا يجي يتحامى في ظهري. لازم تعرفوا حاجة مهمة، محدش هيقدر يقرب لكم. ياسمينة ترجع كويسة؟ هترجع. يا زكريا احنا بقينا بننام مش عارفين هنصحى لأنهي مصيبة بكرة. حتى فارس اتخطف من وسط رجالته. كان في خيانة من وسط رجالتنا. أنا غيرت الرجالة كلها. محدش فيكم يروح أي مكان ولا ياخد أي خطوة من غير لما يكون معاه حد من رجالتنا، ومش أي رجالة، من رجالة الدار، إخواتكم. حازم، لما أنا ما كنش موجود أنت هتبقى مكاني. هتبقى كبير. أتمنى إنك تبقى قد الثقة دي. يعني ايه الواد طلع عايش؟ يعني نصيبك كده، نصيبك انك ما تشوفش حبل المشنقه يا سليم. بس معنى كده ان احنا بيتلعب بينا. طبعا بيتلعب بينا، احنا كده كده خسرانين الجنه، فخساره عن خساره تفرق. اللي انت شايفه، بس خلي بالك جلال ده ما بيعملش حاجه ببلاش، انا عارفه. وانا كمان عارفه. وانت فاهم ان خروجك من هنا برضه ببلاش؟ انت عارف كويس ان في 100 طريقه ممكن اخرج بيها من هنا. في 1000 طريقه، بس مفيش منهم طريقه شرعيه غير دي، وانا بحب امشي شرعي. بيت العطار بره عمال يتضرب يمين وشمال، ما احناش عارفين مين معانا ومين ضدنا. لازم نمشي شرعي. شرعي عرفي، امشي يا سيدي زي ما انت عايز، بس خرجني من هنا يا مراد. مش معقول كده. اسمع، طلعني يا سيدي بالطريقه اللي انت شايفها، وبعد كده بقى نبقى نفضى ونشوف مين اللي بيخبط في بيت العطارين. هي حصلت عمك حمزة بعد العمر ده كله هيسمكم؟ أنا ما فكرتش فيها قبل كده، لكن دلوقتي وبعد كلامكم ده عايز أخلص منكم حالا. مش وقت هزار وخفة دم يا عم حمزة، فريق كانت هتموت. وأنا اللي كنت هموتهم يا عمار. حد يسكت البهيم ده. يا عم حمزة، هو سؤال ورد غطاء. المواد المرة دي كان فيها حاجة غير كل مرة؟ لا، ما كانش فيها حاجة. خلاص كده جاوبت سؤالك، يلا نقلبوا بره وما تخطوهاش تاني. انت بتطولنا ولا لا يا عم حمزة؟ مش كفايه المصيبة اللي احنا فيها دي بسببك؟ بقول لك يا راجل، انت مين اللي وزك علينا؟ ها؟ خدت كام قصادنا؟ خدت كام؟ انت اخر حاجة اتعلمتها في الدار دي هي الادب. مشوا البهيم ده من قدامي. انا بهيم؟ عم حمزة، احنا لحد دلوقتي محافظين على ادبنا. والله العظيم دي جاب لك المحل ده كله على الارض. نزل يدك. نزل ايدك يا امير واهدى. ممكن؟ مش ههدى يا حسن. ابويا اعرف اللي صرفوا علينا. يلا يلا يا رجاله بقى من هنا. ايه، ما بتفكرش تسلم عليا؟ انت ما بتحبيش لحظات الوداع. انا بكره كل لحظه بتبعد عني فيها. مش بايدي يا ايه. لا، بايدك. انت اللي قلت لي انك عايز تمشي، انت اللي غاوي ترمي نفسك في النار. هي كده كده نار يا ايه. بعدي عنك نار هتحرقني، وبعدي عنهم نار هتحرقهم كلهم. الصراحة حسيت اني هبقى اناني قوي لو اخترت النار اللي هتحرقهم بايدي. ما فكرتش في النار اللي هتحرق قلبي؟ ما بفكرش غير فيها يا ايه. على فكرة انا نفسي تفضلي قاعدة معايا هنا، بس انا مش عايزك تعيشي معايا في البيت اللي هناك ده. كفاية ان انا مجبر ان انا اعيش فيه. مش هشوفك تاني؟ طبعا هشوفك، وهنحقق كل احلامنا يا ايه. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. هتلاقيني هناك مستنياك.
وانا مش هتأخر عليك، علشان انا لما ببقى بعيد عنك بحس ان حاجة جوايا ناقصة، وانا عايز احس بالكمال، وما بحسش ان انا كامل غير وانتي معايا. نادية يلا، المأذون جه تحت واحنا مستنيينك. حاضر. تعالى يا زكريا. ايه يا حبيبتي؟ هو أنا ممكن أطلب منك طلب؟ طبعا اطلبي. ربنا يخليك ليا. أنت عارف يا زكريا، أمي كانت ست طيبة قوي. كانت عصبية بس كانت طيبة، ست ملهاش أي طلبات. كانت دايما تقول لي: أنت عارفة يا بنتي يا نادية، أنا أكتر حاجة تفرحني إن أشوفك عروسة في الكوشة. كانت نفسها تشوفني بستان فرحها، والناس كلها تشوفني وأنا لابساه. أصل أمي كانت منحوسة زيي. كتبوا كتابها في الدرع وكانت لابسة الفستان ده. أنا معرفتش أفرحها وهي عايشة، ومش عارفة لو كنت أعرف أفرحها وهي ميتة ولا لأ. تفرحيها تقوم ابني، يعني اللي انت عايزاه انا هعمله. بس عارفة، لولا الظروف اللي احنا فيها كنت عملت لك فرح وخليتك تلبسي الفستان ده قدام كل الناس، بس اوعدك ان ده هيحصل. مش يلا بقى ولا ماشي الناس اللي تحت؟ نعم. هو أنت عايز تخلع ولا إيه؟ اخلع؟ ايوه كده، ارجعي لعيلة الرايق، انا مستنيكي تحت، انجزي. زكريا. بلا زكريا بلا بتاع. الله. يا رب تكون انبسطت معانا امبارح يا فارس. والله من جوايا. طب بص بقى، كفايه هزار، تعال نتكلم بجد. بيقولوا يا فارس ان النكته لما بتتعاد بتبقى بايخه، وانا بقى قررت احرم العالم كله من بواختك. ما انت عارف الدنيا مش ناقصه بواخه ولا ايه؟ من جوايا. لو عايز تقول نكته الصباع قولها دلوقتي، لان دي اخر مره هتقولها يا فارس. انا كده يا ابني عملت اللي عليا، ولا ايه؟ تمام يا باشا. حلو. لا حلوه، ما تهزرش كده، شكلها ما عجبتكش. طيب انا هقول لك على واحده تانية. المره دي بقى يا جماعه النكته اسمها مفيش صباع. لا حلو حلو حلو. قلت لك النكته لما بتتكرر بتبقى بايخه. امضي فين حضرتك؟ اتفضل هنا. هنا؟ تمام. ألف مبروك يا زكريا. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا نادية هانم. الله يبارك فيك. بسم الله الحكم العدل. ربنا زي ما خلق الصواب خلق العقاب، والصواب بيقول للصح كمل في طريقك، والعقاب بيقطع طريق الشر، الشر اللي محاول دارنا من كل جانب، هو عايز يهدها ويعدي منها، لكن احنا واقفين له، مش هنخليه يعدي لو على جثثنا. واضربها امبارح، اخواتكم اللي كانوا هيتسمموا ويموتوا ويلحقوا اخواتكم اللي فاتوا
اللي ماتوا يوم الهجوم على الدار، لكن ربنا شاء ان جرح الحزن ما يزيدش، والعلاج يبدأ في التطهير. عشان كده لازم نطهر نفسينا ونعاقب اللي غلط. حسن وأمير كانوا آخر ناس جابوا المول، وعمار شهد إن هما ما كلوش مع العيال من الأكل اللي جابوه. عشان كده أنا عملت إيه؟ حبستهم شهر عقبال ما نحقق معاهم ويقولوا اللي عندهم والحق يبان. مالك يا أمي في إيه؟ طلعت. خير. عملت ايه مع الولاد اللي كانوا بيقولوا انهم ولاد زين؟ والله يا أم أنا لسه ما وصلتش لحاجة. يعني الحقيقة أنا ما كنتش فاضي للموضوع ده وأنا حكيت لك كل حاجة. طيب ما هم لو كان الكلام اللي قالوه حقيقي يبقى ليهم حق ولازم ياخدوه. أبوك الله يرحمه عمره ما ظلم حد وهو عايش، مش هنخليه يعمل كده دلوقتي. بصراحة يعني الكلام اللي حكوه ممكن يكون زين عملوا فعلا، يبقوا في الآخر عايزين يعني قرشين وبس. راضيهم يا زكريا، راضيهم. ومين عارف يمكن يبقوا سندك في يوم من الأيام. محدش عارف بكرة فيه إيه، بس أنا متأكدة إن في الآخر الحقيقة هتبان ومصيرنا هنعرفها. عشان كده يا أمي بقولك يعني استني لغاية ما نعرف الحقيقة. لا، أنا مش عايزة أعرف. عمري ما هبقى عايزة أتأكد إذا كان الكلام ده حصل ولا لأ. بس يا سيدي، اتخرجت من كلية الهندسة واشتغلت مهندس زي أي بني آدم طبيعي. يتجوز بنت خالته ويخلف منها أحمد ومحمد، لحد ما في يوم اتثبت طلع عليا عيل بلطجي. وقفت قصاده، أخد مني الموبايل، قعدت أضرب فيه بكل قوتي، علم عليا، مات في إيدي. فضلت هربان مش عارف أروح فين ولا عارف أعمل حاجة. رحت لأمي، تصوري يا أنسة ياسمين، أمي طردتني من البيت وقالت لي أنت بقيت بلطجي. طب ما أنا كان لازم أبقى بلطجي عشان يحموني واتقي شرهم وشر الحكومة. حاولت أدخل مع الصيع دول كتير، بدل المرة 1000 وهم كمان منفضلي، حتى دي كمان فشلت فيها. لحد ما في يوم دخلت على راجل عجوز قاعد على القهوة وافتريت عليه، ضربته. لقيت تيكا ويحيى جايين لي ومعاهم 5 تانيين، قلت خلاص هيمضوا شهادة اعتمادي في عالم الإجرام. لقيتهم شدوا عليا باب القهوة ونزلوا فيا ضرب. كانش عندي الا العلامة دي، عوروني دي كمان وبقيت اسمي 8. عارفة يا أنسة ياسمين، في حاجات كتير أوي الواحد بيقف عندها وما بيبقاش عامل حسابه. العلامة دي وقفتني كتير أوي، ما بقاش ينفع أشتغل حاجة تاني، ولا ينفع أشتغل مهندس بوش ده، ولا حتى واحد من الصيع دول عشان حد يحترمني. بقيت عايش زي اللي مكسورة عيني. ايوه بس ولا انت عامل امور ياض وبتاخد دماغ الضفر. بتاخد دماغ الضفر. لو سمحت لو سمحت في ايه؟ في ايه؟ اوعى خليني ارحب بالضيف. اقعدي يا ياسمين ما تخافيش، اقعدي.
اقعدي يا ياسمين ما تخافيش. اقعدي. ايه؟ مش عارفاني؟ بعيني بيقولوا ان الدم بيحن. مش عارفاني برضو. انا اخوكي يحيى زين العطار. منوره يا اختي. وناوي تعمل ايه بالرجاله يا عبد الله؟ هعمل اللي اتعلمناه وتربينا عليه يا عم وفيق. اللي اتاخد بالعافيه لازم يرجع بالعافيه، وحقي وحق بيت العطارين اللي خدوا زين العطار لوحده لازم يرجع حتى لو فيها دم. مش هو ده الحق يا عم وفيق؟ هو ده الحق يا عبد الله، بس حقاني عند صبري العطار قبل ما يكون عند زين. حقي هنا في الصعيد مش في مصر. اديني الرجاله يا عم وفيق، وقت رجوع الحقوق هرجع لك حقك. متأخرة قوي يا عبد الله ومبقاش لها معنى، وحقي اعرف اخده بنفسي. يعني ايه يا عم وفيق؟ يعني مفيش رجاله هتروح معاك يا عبد الله. ماشي يا عم وفيق، لما يرجعوه ابقى كلمني على قصر العطار في مصر عشان اجي لك بنفسي مخصوص ابارك لك. بالاذن يا عم وفيق. مع السلامه يا عبد الله. ايه اللي خلاك تأمن للديب يخش بيتنا تاني يابا؟ تصبري يا بنتي، اصبري وهتشوفي. علي، كنت فين الفترة اللي فاتت؟ أنا كنت محتاجة لك قوي. كنت موجود بس تعبان شوي، ما أنا برضه بتعب يا سلمى. الأيام اللي فاتت ما كانتش سهلة واصل. هو في إيه يا علي بالظبط؟ مش فاهم يا سلمى. أنا طول عمري بستقوى بيك، أول مرة أحس إن أنا أقوى منك. زين، ما هو لازم حد فينا يبقى قوي عشان يقوي التاني. ما تفهمني يا ابني في إيه بالظبط؟ علي أنا بكلمك عشان تطمني. ما بقيتش فاهم وما بقيتش عارف حاجة. والله يا علي أنا مش عارفة أقول لك إيه، الله يطمنك. خلي بالك من نفسك. أول مرة بنتقابل يا بنت العطارين. أنا أخوكي فرع الحواري. معلش لو المكان يعني والوقت مش مناسبين عشان نتعرف. هو انت عايز مني ايه؟ يعني لو انا اختك بجد ليه بتعمل فيا كده؟ أنا عملت فيكي إيه؟ لا مؤاخذة نسيت. أنت من الفرع العالي بتاع القصور. معلش تعالى على نفسك وعيش عيشة أخوك الكبير. من فضلك رجعني. انا ماليش اي ذنب في اي حاجه حصلت لي. أنا مش جاي أحاسبك ولا أنتقم منك. ياسمين أنا أكبر من كده بكتير، أنت بس لسه ما تعرفينيش. أنا لو عايز أذي حد فيكم كنت أذيته من زمان. هل انت عايز مني ايه؟ هتقعدي معايا هنا كام يوم. أنا جايب نفسي عشان أطمنك إنك مش مخطوفة. بصي اعتبري نفسك بتغيري جو، ولو حد ضايقك عرفيني، ولو احتجتي حاجة برضه عرفيني. متخافيش، أنت في حمى أخوكي. كله تمام يا هاشم بيه. اوعى تجلك خالص. تجلك ازاي يا راجل وسميح موجود؟ ماشي يا سميح، بس انا عايزك بقى ايه من فتره للتانيه كده تطمني. اوعى تجلك. ما انا عارف، انا سايب الضرب في ايد راجل. المهم دلوقتي يا بيه اللي اتفقنا عليه يتنفذ زي ما بنفذ. اتنفذي معاي واحسن منه كمان، بس انت نفذ للاخر. ربنا يخليك، ربنا يخليك. متشكرين. مع الف سلامه. في امان الله. مع السلامه. يا اهلا يا اهلا. طب تصدقي بايه؟ كنت متاكد انك جايه. ليكي وحشه ندوشه. طب كويس ان انت عارف ان انا كنت جايه. يا ابوي خالي زين كان واكل حقنا زي امي ما بتقول. لا خليك زين عمره ما كان حق حد، امك هي اللي طمعانه. يعني ملناش حق في القصر ولا فلوس خالي زين. طب ورث امي من ابوها. بص يا عيشه، ربنا خلق الجون دي عشان الناس تكمل بعضيها. في ناس بتدير وناس بتشتغل وناس مش عارفه حاجه.
اللي بيدير بيجيب الناس اللي عايزه تشتغل وبيدي فلوس اللي ما بيشتغلش. ايه كده ظلمهم؟ لا هو ده اللي كان بيعمله خالق زين، بعد عننا نار الشغل، ما قصرش معانا في اي حاجه. ايوه ما قصرش معانا، ادى الحقوق لاصحابها. يبقى كده ظلمنا؟ امال امي عاوزاه يا ابوي؟ انا ما بقيتش قادره افهم. امك ما عجبهاش حاجه في الدنيا، ربنا يسترها عليها ويهديها. امين يا رب، امين. كل حاجه متلخبطه بعد موت ابويا، لدرجه ان انا بفكر ان انا ما اخشش الامتحانات اساسا. انت بتهزر؟ احنا داخلين على فاينلز. ايوه يا يارا، بس انا مش عارف اركز. انا ابويا ميت واختي مخطوفه وابن عمي مش لاقيين. زكريا بيقول ان هو هيرجعهم الاسبوع ده، بس انا خايف جدا. هو في احلى من الخوف يا ابني؟ انا كان نفسي اعيش في جو سسبنس كده. انت كده بتتغير في نظري على فكره. على فكره انا بقول لك اختي مخطوفه، تقولي لي سسبنس. حازم بيه، في واحد بره بيقول انا وصاحبك واسمه هيرو، دخلوه؟ ندخله طبعا، هم قفشوا هيرو بره برضو؟ عشان تعرفي ان انا عايش في معتقل. ايه يا عم زوما الجو ده انا لو باخد تأشيرة اسرائيل كان زماني خلصتها اسرع من كده. انت عشان تشوفوا بعينيكم. يا ابني الجو ده مش حلو للي في سنك. هيرو بيتكلم صح على فكره. طب عايز نعمل ايه يعني؟ هتعرف تطلعني من هنا؟ بسيط. بقول لك ايه، انت مش معاك عربيتك؟ بس ما رضوش يدخلوها. طب بقول لك ايه، تعرف تدخل لنا العربية هنا؟ سهل. طيب يا عم احنا نجيب العربية هنا بقى. تمام مفيش حاجة. بص احنا هندخل العربية هنا، هنحطك جوه شنطة العربية، قشطة؟ هوبا هيبصوا كده هيقولوا ايه ده مفيش حازم، اتفضلوا. اتفضلنا، خرجنا بره، فتحنا الشنطة، بقيت بره حر طليق. عجبتك الفكرة؟ هي حلوة بصراحة. وانت عجبتك الفكرة؟ عجبتني. طب ايه، مش هتجيبوا لنا بيبسي بقى ولا انتوا بتضربوا بس ولا ايه؟ اخويا زكريا ده مش سهل، بس احنا عملنا بالظبط اللي احنا اتفقنا عليه.